ما كملتش ثانوية عامة وعاشت أصعب سنة في حياتها واتجوزت وهي في تالتة ثانوي، وباباها السبب في اللي حصل لها، وجوزها فضل وراها لحد لما وقفت على رجليها. مريم ما كملتش ثانوية عامة، وأشرف صرف كل اللي حيلته علشان تكمل تعليمها. يا ترى ليه مريم مش عاوزة تكمل تعليمها؟ وازاي أشرف صمم يتجوز قبل ما تدخل الجامعة؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. شغالة من صغرها علشان تصرف على نفسها وعلى تعليمها، وواخدة أجرأ قرار ممكن حد ياخده، وكل ده بسبب باباها، وما قدرتش تنزل الشغل وفي نفس الوقت تدرس ثانوية عامة. كلامنا هنا عن أوحش موقف عدى على أشرف ومريم وبسببه كانوا هيسيبوا بعض فيها. يا ترى إيه اللي حصل؟ مريم من صغرها شقيانة وباباها سافر وسابهم وهي في الثانوية العامة، ووعد يتكفل بمصاريف تعليمها، لكن الحلو ما يكملش، وباباها ما قدرش يبعت مصاريف ليها خالص. وهنا مريم قدرت تنزل تصرف على نفسها وتكمل هي تعليمها وتكمل دراسة في الثانوية العامة، واشتغلت موديل إعلانات وكانت بتاخد فلوس كتير، واشتغلت في الميك اب واللبس، والزهر لعب معاها لحد لما قابلت أشرف بالصدفة وحبها ووقع في غرامها من أول نظرة، وقرر تكون مراته. ولما لقاها بترجع من شغلها بعد نص الليل قرر إنها ما كملش شغلها، فهنا ما قدرتش برضو على مصاريف الثانوية العامة. ومفيش كام شهر واتجوزت وهي لسه في ثالثة ثانوي، وفضل أشرف وراها علشان تاخد دروس وتكمل الثانوية. بس مريم واخدة قرارها بإنها مش هتكمل في الدراسة وهتقعد خلاص ومش عايزة تدخل الامتحانات. مريم فاجئت متابعينها وقتها بإنها مش هتدخل امتحانات الثانوية العامة وهتكتفي ببيتها وجوزها وبس، وهم أولى بكل مجهود الفترة دي، لكن دخول امتحانات ومذاكرة لأ. هي شايفة إنها مش قدها الفترة دي، والأفضل ما تدخلش وتعيد سنة تالتة السنة اللي بعدها. وأشرف اتصدم من اللي قالته وقال لها إنه مش موافق، وإنها لسه قدامها فرصة تكمل الثانوية وتدخل الامتحانات، ولسه في وقت، لكن هي دماغها قفلت على كده وبانها مش هتلحق، وان حلم حياتها تدخل كليه او جامعه، لكن هي ما لحقتش تذاكر ومش هتعرف تنجح، لدرجه انها قالت لو دخلت الامتحانات هتسقط من اول ماده. وقالت ان مش في ايديها حاجه وان باباها السبب، لانه وعدها يبعت لها فلوس الدروس وده ما حصلش، وهي مش هتعرف تحول من ثانوي تجاري او صنايعي لان فات الوقت خلاص. واشرف جوزها حاول معاها كتير يصلح الوقت اللي عدى، لكن هي مش قابله اي كلام في الموضوع لانه صعب عليها تعمل اي حاجه. واول لما راحت عند اهلها وامتحان الثانويه كان هيروح عليها، اشرف جري عليها وخبط الباب ودخل عندها وقعد يصحي فيها علشان تلحق الامتحان، وهي كانت في سابع نومه، وقالت له مش هينفع اروح وهسقط. بس الزوج الحنين رزق فضل وراها وبيبعت لها مراجعات الثانويه العامه وبيساعدها كتير، بس ما حصلش نصيب، وفعلا جابت ملاحق وما عرفتش تعدي في نفس السنه، وكل مره لازم يحصل ضغط من اهلها ومن اشرف علشان تحضر الامتحانات. واحده واحده قدرت تعدي من الثانويه العامه ودخلت تربيه رياضيه، وما عرفتش بسبب جوازها من أشرف إنها تكمل تعليمها، وبرضه رجعوا لنفس الدوامة والمشاكل، لدرجة إنها قالت الكلية بتاعتها صعبة وفيها شغل وإنها مش هتعرف توفق ما بين جوازها وشغلها، وقررت ما تكملش جامعة. ساعتها أشرف ساب البيت ومشي لحد لما ترجع في قرارها، بس على مين ما عرفش. مريم قالت له إن حلمها وبيتها وجوزها أهم 100 مرة من 100 امتحان، وفعلا وقفت دراسة وتعليم خالص لحد لما خلفت، بس ما طلعتش ولا اتكلمت في الموضوع ده تاني. يا ترى تفتكروا كده مريم مش هتكمل تعليمها خالص ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.